قطب المحيط المتعذر في الوصول إليه أكتر نقطة معزولة على وجه الأرض. مكان يعني لا مكان. في عام 1992 قدر مهندس المساحة الكندي يحدد ويكتشف أكتر نقطة معزولة في العالم، وسمى المكان ده باسم نقطة نيمو. كلمة نيمو معناها لا أحد. تخيل تكون موجود في مكان أقرب إنسان ليك هو رائد الفضاء. طب إزاي نعرف المكان ده؟ مكان محاط بالمية من كل اتجاه، وموجود كمان مخلوقات بحرية غير اللي احنا نعرفها وبنشوفها. بس من الحاجات الغريبة والمرعبة كمان إن بعد اكتشاف منطقة نيمو ب5 سنين، أجهزة الاتصالات وفريق من عالم المحيطات والغلاف الجوي رصدوا أصوات غريبة جدا طالعة من شرق المنطقة دي. صوت أول مرة يتم تسجيله، وكان قوي جدا لدرجة إن أجهزة الراديو قدرت تسجله حتى على بعد 5000 كيلو، ومحدش كان يعرف وقتها ايه مصدر الصوت ده. والعلماء رجحت ان ممكن يكون ده مخلوق بحري موجود في منطقة نيمو. الصحافة والإعلام والمحليين كلهم كانوا واقفين على رجل واحدة بيحاولوا يوصلوا لمصدر الصوت القوي ده. وفي بعض من العلماء قالوا ان مصدر الصوت ده هو تشقق في الجليد في منطقة المحيط، وبعض تاني من العلماء قال ان مصدر الصوت ده هو اكيد مخلوق بحري موجود في المحيط. وكان رأيهم إننا كل شوية بنكتشف مخلوقات بحرية جديدة وغريبة، خصوصا في المناطق الغريبة اللي أول مرة نسمع عنها، زي مثلا خندق ماريانا اللي اتكلمنا عنه قبل كده. وعالم المحيطات بيعتبر كله جديد وغريب علينا، والبشر لحد النهاردة ما اكتشفوش 95% من أعماق عالم البحار. والعلماء وصفوا منطقة نيمو دي إنها واحدة من أقل المناطق على المستوى البيولوجي على مستوى العالم. والسبب في كده إنها موجودة في منطقة معروفة بدوامة المحيط الهادي، عبارة عن تيار ضخم بيكون موجود في المنطقة، وعشان كده صعب وجود أي حياة عليه. ومع ذلك في حالات كتير اكتشفها العلماء بالقرب من منطقة نيمو، زي مثلا سرطانات البحر وأنواع البكتيريا. كتير من البكتيريا بتعيش في القرب من الفتحات البركانية اللي موجودة في المحيط، وده طبعا لأن الفتحات دي بتطلق مواد غذائية بتساعد النوعية دي على الحياة. منطقة معزولة على وجه الأرض مستحيل تلاقي أي حد عايش فيها. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واستنونا فيديوهات تانية جديدة.